عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد. ديما ان شاء الله تكون عباره على صابلي مزينه بلاباطه شوكولا خاصه بمناسبه العقيقه او السبوع. كما كتشوفوا انا نقصت المرحله ديال الصابلي. بالنسبه للصابلي انا وضعت فيها جوج بيضات، ربعه ديال الزبده، نص كاس زيت نباتيه، كاس ونص سكر كلاصي، قبيصه د الملحه، نسمه د الناطه، والدقيق كيبقى على حسب العجينه الصابلي. وكنحتاج القليل من لاباطه شوكولا باللون الاصفر اللي سبق لي انا وقطعتها بالقطاعه على شكل بيبغو او رضعه. وكنحتاج ايضا القليل من لاباطه شوكولا باللون الابيض واللون الوردي. وكنحتاج القليل من ناباج والجليكوز. كما كتشوفوا هنا في الصوره انا خديت حريبلات ديال لاباطه شوكولا، غنحاول نرققهم شويه. بالنسبه لواحد النصيحه ديال لاباطه شوكولا، في حاله الا قصحت لكم، لان هي ضروري كتقصح في الجو بارد، نتوما سخنوها في الباماغي باش كتسهل عليكم يعني تشكلوها. بالنسبه انا هنا بلا ما نحتاج نفرش ليها بلاستيكه من التحت، لان ما كتحتاجش هي تلصق، لان دابا الجو بارد. كما كتشوفوا في الصوره انا كنحاول نلصقها بيديا وغنبسطها بالدلاك عادي، ما خاصهاش تكون رقيقه بزاف باش منين نشكلها ما تعذبنيش. بالنسبه لهذا الشكل كيجي رائع في الشوفه، يعني كيجي نصاصي. كما كتشوفوا انا هنا اختاريت واحد الشكل على شكل بيبغو او الرضاعه، يعني كاينه اشكال عديده، نتوما غتختاروا اللي بغيتو. انا اكتفيت بهذا الشكل. غنحاول نقطع وغنبقى غادا حتى نكمل الكميه اللي عندي. كما كتشوفوا في الصوره يعني سهله. بالنسبه لهاد البقايا ديال لاباطه الشوكولا اللي كتبقى ليا، ضروري ما تقطعوها بالسكين. كما كتشوفوا في الصوره اللون الابيض بوحدو واللون الوردي بوحدو، باش نحاول نشكلها مره اخرى. وبالنسبه لهاد الشكل اللون الاصفر كما كتشوفوا في الصوره انا رشمته بهاد الدلاك المعروف. وكنحتاج واحد القطاع على شكل ورده، كنحتاج يعني الشكل الحجم الصغير. نتوما غادي تختاروا الشكل اللي بغيتو ديال الوريضات، وغنحاول نزوقها كما كتشوفوا، يعني بلا ما تحتاجوا تلصقوها بالناباج والجليكوز كتلصق راسها. بالنسبه للصابلي انا كناخذ الجهه الاسفل هي اللي كتكون في الاعلى، كنحاول ندهنها بالناباج والجليكوز كما كتشوفوا في الصوره، وغنحاول نلصقها عادي. وغنبقى غاده حتى نكمل الكميه اللي عندي، من بعد ان شاء الله غتشوفوها في الطبق التقديم. او كما كتشوفوا الشكل النهائي ديال صابلي اللي مزوقه بلاباط الشوكولا كتجي غزاله غزاله. بالنسبه لهذا الشكل انا اختاريت هذا الشكل، نتوما ان شاء الله غادي تختاروا اشكال عديده، ممكن تشكلوا بلاطو كما بغيتو، وكتجي راقيه في الشوفه. وكما كتشوفوا انا هذا الشكل درتو على شكل مربع، يعني كيبقى على حسب الاختيار ديالكم. بالنسبه لهذا الفيديو اللي عجبكم بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، وتقوموا بالضغط على الاشتراك باش يوصلكم كل ما هو جديد، وكذلك ما تبخلوش عليا باللايك. اتمنى لكم فرجه ممتعه، والى الملتقى ان شاء الله. مع السلامه.